فعوض ما تشري الديتيكتور ولا تخدم الكونجيرين باش تقلب على الكنز والذهب، شري غير هاد الدجاجه ولا هاد الطير اللي غنهضروا عليه وطلق له يجمع لك الاحجار الكريمه. احنا اللي عرفنا ان الطائر الحباري كل ما كبر في العمر كل ما كيقتات كميات كبيره ديال هاد الاحجار الكريمه وكيديوه لمناطق معينه، ومن بعد ما كيقتلوهش كيديروا له عمليات، كيخويو الحنصله ديالو هذه كيخويوها كيداويوه وكيردوه يخدم. كما شفتي هاد القناه مازال جديده وانت غادي نحتاجوك تشترك معنا فيها. الاقل سبب هو انه على الاقل ما عندهاش مع المحتوى التافه. البلان اللي غتسمع اليوم نسبه كبيره منكم ما سبقلوش. طائر الحباري هو واحد الطائر مهدد بالانقراض، ماشي الحجل اللي كنصيدو، وكاين في شبه الجزيره العربيه وفي الصحاري المغربيه. ايوا يا اسامه، لاش تيصلح هذا الفرخ؟ ما باينش فيه شي ديكور زوين نربيوه بحال الشكل ديال الطاووس، واش تيتنكل ولا كيفاش؟ هذا الحباري ستاتيو الاول ديالو هو انه ماده دسمه لرياضه السقاره، رياضه الملوك. دير بوي فهد الفرخ سهل الصيد يا يبا. ثاني حباره له اليوم حلوه. هدي يتكلم تعال عمر رحمه الله بالخير بشر بالخير. اي هدي يتكلم. هذا الفرخ عنده واحد القدره كبيره على التمويه والاختباء في وسط الصحراء، كيخلي السقارين تصعب عليهم المهمه الصيد ديالو، وفي ذاك الصعوبه كاينه المتعه. جي معايا دابا للمغرب، اش دخل حبو في هذه الحريره؟ حتى فين عمرو كان عندنا شي سقار؟ عندنا الحمارين، عندنا الكلابين، عندنا الحمامين، شبينا وبين شي سقار؟ ايوا راه الخليجيين جاو عندك حتى لهنا، النخبه ديال الامارات والسعوديه وتبعوهم النخبه ديال قطر، وقالوا لك داك الصحراء اللي مديرونجياك عليها الجزائر ودايره لك البوليزاريو بحال شي حجره في الصباط، هذيك راه ديالك، ينعل اللي يحيدها لك، وراه عندنا منها شي طريف. غير الامارات بوحدها عندها محميه في مدينه ميسور شرق المغرب، شاريها برزقها، وهادشي راه 2008 ماشي عاد دابا. 40,000 كيلومتر مربع كيتربى فيها وكيتنتج فيها الالاف ديال هاد الطير هذا سنويا. واش كيديروا؟ كيحطوا فيهم اجهزه تتبع وكيطلقوهم في داك المحميه وفي الصحراء ديال المغرب باش يدرسوا السلوك ديالهم في الطبيعه، وموراها كيرحلوهم للخليج باش يحافظوا على رياضه الملوك ديالهم والتقاليد ديالهم، الله يسهل عليهم في داك الطريق. على يمينك انا طويل العمر في سيارتي على يمينك 300 متر عنكم قدامكم تخبط زم ايوا دابا ندوزو للمسقي. شتي كاع ما سولتي اش كياكل هاد الفرخ؟ هاد الحباري السي خالد كياكل الحشائش والنباتات الصحراء، وكياكل السحالي والعقارب، وكياكل الالماس والاحجار الكريمه، كياكل شي مكونات وكيعرفها فيها شذرات ديال الالماس وكتجمع له في الحويصله ديالو مع الوقت، حتى اللوقيته اللي كيترحل فيها المختبرات خاصه في الخليج. وهنا الوفود الخليجيه الا كان عندها الزهر تقدر تربح اموال طائله من الماس المغرب. ما تقول لي لا نخدم بالديتيكتور ونطلب الرخصه وتقسم معايا الدوله، ولا نخدم الجن باش نلقى الكنز ما نعرف شنو، هادشي كامل غنديروا له اكس ونجيبوا احسن طريقه اللي هي نربيو هذا الفرخ ونطلقوه يخدم على والديه، راه يتيم الله يسهل عليه. هذا هي حبيبي استثمار ديال الاماراتيين ديال السعوديين كيستثمروا في هذا الطائر هذا. هذا الطائر هذا كيقتات على الالماس وعلى اي شيء يلمع، يعني الاحجار الكريمه اللي كتلمع، والمداخيل ديالو كتوصل لمليار دولار سنويا. نعم يا ساده، مليار دولار سنويا. شكون كيستافد منها؟ شكون كياكلها؟ كيفاش كيستافدوا منها؟ كيفاش كيديروا لها الله اعلم. وهنا نكون تقريبا ساليت، وبطبيعه الحال هادشي ما غتلقاهش في التلفازه ولا في الاخبار، والمصادر راهم ما كاينينش في الديسكريبشن. تعلم تمشي تقلب، اولا غدير ليا ابوني وانا غادي نبقى نقلب ونعطيك المعلومه واجده.